يوم واحد مش كفاية ابدا ليكي، يوم واحد مش هيقدر يديكي حقك. بجد شابوه لكل ست ولكل بنت في حياة اي راجل، لان انتي قد ايه صبرتي وتحملتي وخدمتي. فعلا صدق اللي قال وراء كل رجل عظيم امرأة. ايوه هي الامرأة دي. علشان كده عيد الام ما ينفعش ابدا يقتصر على الام، بيقتصر على اي بنت موجودة في الحياة، سواء كانت اختك، سواء كانت مامتك، سواء كانت بنتك، اي بنت، لان هي فعلا قد ايه بتتحملك في وقت العصبية. مش معنى كده ان ما ينفعش ان احنا نحتفل بالاب كده ابدا، لا، هو في الحقيقة هو عيد مشترك ما بين الاب وما بين الام، علشان انتوا الاتنين مكملين في حياة بعض. اجمل هدية ممكن تقدمها لاي بنت في حياتك ان انت تقول لها شكرا، شكرا بالتصرفات، شكرا عشان انتي موجودة في حياتي، شكرا عشان انتي دايما واقفة في ظهري، عشان انتي الحضن اللي انا بجري عليه واحكي له واقول له، انتي العيون اللي انا بستريح فيها، انتي كل حاجة حلوة، انتي قد ايه بتعرفي تطبطبي، قد ايه بتعرفي تحتوي، قد ايه بتعرفي تمتصي غضبي. انت ممكن تكوني بتتعصبي لانك في الاول وفي الاخر انت بشر، بس بتعرفي كويس جدا امتى تتحكمي في نفسك. عيد الام عمره ما كان يوم، عيد الام ده جزء كده وتعبير عن الوفاء وعن رد الجميل لكل ست جميلة في حياتنا. طبعا بقى مفيش اجمل من الام فعلا الفعلية، اللي طبطبت واللي سهرت واللي تعبت واللي يعني مهما اقول مش هقدر ان انا اوصف. عشان كده شكرا 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 لكل ام عظيمة ولكل اب عظيم ولكل رجل عظيم ولكل بنت عظيمة فعلا بتعرف تأثر في اي حد حواليها. واول ناس احب اشكرهم شكرا لماما وشكرا لبابا. وبجد يعني مش عارفة، حاسة ان انا ساعات مش ببقى عارفة، ببقى عاجزة كده عن الكلام، بس فعلا يستحقوا الشكر. واللي فقد بقى حد عزيز عليه دي بقى فرصتك الاكبر علشان تعرف ترد الجميل بصورة مختلفة، ان انت دايما تخصص دعاء وتبقى انت فعلا ونعم الولد الصالح ليهم في الارض، يكون اعمالك وتصرفاتك وفاء ليهم هم. ويا ريت يعني لو انت تخصص جزء كده من اليوم او جزء كده من افعالك بتكون هدية ليهم هم. غير حياتك وخليك بسمة حب. كل عيد وانتم بألف خير وطيبين.